السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. طبعا احنا النهاردة معانا الروتين غير اي روتين خالص. النهاردة معانا الروتين يا جماعة، روتين الطاقة الإيجابية. طبعا نأسف على شكل المطبخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس انا حبيت ان انا اجمع المواعين بتاعتي كلها معاكم كده عشان نتكلم مع بعض شوية ونقول لبعض كده شوية نصايح. قبل ما نبدأ الفيديو كده نسمي بالله. طبعا ده بيكون حال المطبخ بعد كل يوم او بعد كل غدا او بعد كل اكل، وطبعا ده بيكون حال كل البيوت يا بنات. يعني مش انا لوحدي، بس انا حبيت ان انا اشارككم معايا الروتين بتاعي ده عشان طبعا ندي لبعض كده طاقة ايجابية. انا طبعا من الناس يا بنات اللي ما بحبش طبعا المطبخ بتاعي يبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا يا بنات انا عايزه اقول لكم ان المطبخ بتاعك ده هو طبعا عنوان النظافه بتاعك او عنوان نظافه الشقه بتاعتك. انا من الناس اللي لما يكون المطبخ بتاعي نظيف طبعا بتبقى الشقه كلها نظيفه. لو حد زي كده طبعا يكتب لي في التعليقات. إيه كمان عايزه اقول لك ان انتي طول ما الرخامه بتاعتك بتكون نظيفه ومفيش عليها حاجات كتير، ده طبعا بيساعدك ان المطبخ طبعا بيكون هادي ورايق وجميل وبيكون طبعا مريح للعين. انا هنا بدأت بجزء كده من الرخامة. طبعا انا هصفي عليه المواعين اللي انا هغسلها. بدأت ان انا اغسله كده غسلة بسيطة زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهبدأ ان انا انضفه كويس وهنشفه عشان طبعا المواعين بتاعتي بعد ما اغسلها طبعا هكفيها عليها او هحطها عليها لعند ما تصفى، وبعد كده هنحطها في الادراج بتاعتها. نيجي بقى للنصايح بتاعتنا. ان انا عايزه اقولك ان وانت في المطبخ يا حبيبه قلبي دايما خلي في ايدك كده فوطه، امسحي رخامه، امسحي جزء مثلا من المطبخ بتاعك، نضفي درج. طبعا ده هيوفر عليكي وقت، وكمان مطبخك دايما هيكون نظيف. وكمان عايزه اقولك يا ست البنات ان احنا كلنا طبعا بنتعلم من بعض. وكمان عايزه اقولك ان انت كل ما المطبخ بتاعك يبقى هادي كده ورايق وجميل ودايما نضيف، طبعا ده بيديكي طاقه ايجابيه وبيشجعك طبعا ان انت يطلع طبعا من تحت ايديكي اجمل الوصفات. طبعا كلنا ستات بيوت وفاهمين طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده او الكلام اللي انا بقوله ده. وكمان يا حبيبة قلبي عايزاكي كده وانت طبعا واقفة في المطبخ اي حاجة بتتوسخ طبعا معاكي بتغسليها اول باول، وده طبعا هيخلي مطبخك دايما نظيف. واول طبعا ما الحاجة تنشف معاكي طبعا هنرصها في اماكنها على طول، عشان طبعا ما نحسسش نفسنا كده بالكركبة، ونبقى طبعا واحنا واقفين في المطبخ كده زهقانين ومش حابين ان احنا نقف فيه. فاحنا كل ما حاجة هتتوسخ معانا طبعا وقت ما نكون معلقين على الاكل او بنطبخ كده، هنبدأ ان احنا نغسلها اول باول وطبعا نصفيها، واول ما تنشف معانا او تتصفى هنبدأ ان احنا نحطها في اماكنها عشان طبعا يبقى المطبخ برضو بتاعنا رايق وبرضو ما فيش فيه اي كركبة. وطبعا هيكون المطبخ بتاعنا هادي وجميل زي كده يا ست البنات. انا دايما كده حبيبة قلبي بقول لنفسي ان مطبخي نضيف تبقى الشقة نضيفة. مين اللي زي كده بقى؟ عايزة اقول لكم يا بنات ان غسيل المواعين ده بالنسبة لي من الحاجات اللي انا بحبها جدا يعني. وكمان عايزة اقول كلمة كده للبنات اللي ما بيحبوش ان هم طبعا يقفوا في المطبخ. لا يا حبيبة قلبي حبيه، عشان طبعا طول ما انتوا واقفة في المطبخ هيبقى خفيف عليكي، لان ده طبعا اكتر مكان ست البيت بتبقى واقفة فيه. فدايما عايزاك ان انت طبعا تدخلي المطبخ وتحبي المطبخ عشان طبعا اي حاجة تعمليها تبقى خفيفة عليك وعلى قلبك. طبعا زي ما قلتلك برضو ان ده اكتر مكان ست البيت بتقضي فيه معظم الوقت بتاعها او معظم يومها طبعا بيكون في المطبخ. فدايما طبعا ان احنا طبعا نستغل وقوفنا طبعا في المطبخ باننا مثلا ننظف كل حاجة كده واحنا واقفين اول باول. يعني واحنا واقفين نطبخ كده ايدينا طبعا يا حبيبة قلبي ما تبقاش على قد الطبيخ بس. احنا طبعا هنعلق على الاكل، هتبدأي ان انت طبعا زي ما قلت لك هتنضفي رخامة، هتمسحي درج مثلا او هتنضفي درج في المطبخ، هتنضفي المطبخ بتاعك من بره، هتنضفي الارضية، هتغسلي حاجة طبعا اتوسخت معاكي طبعا وانت بتجهزي الاكل. فحاولي ان انت في المطبخ ما تبقاش ايدك في حاجة واحدة بس. وكمان عايزة اقولك ان
تبقي طبعا مرتبة كل حاجة في مكانها، زي مثلا الكاتل بتاع الشاي، البهارات بتاعتنا، طقم التوزيع، اي حاجة طبعا بنستخدمها في المطبخ بتاعنا لازم طبعا نرتبها في مكانها، عشان طبعا ده هيريحك انك طبعا ما تدوريش على حاجة، وكل حاجة طبعا تبقى في مكانها، والمكان طبعا يبقى مرتب ومريح طبعا للعين وشكله كويس يعني، وبالتالي برضو بيدينا طاقة إيجابية تخلينا طبعا نحب دخول المطبخ. وكمان يا حبيبة قلبي عايزة أقولك إنك وانت بتطبخي كده حاولي إنك على قد ما تقدري ما توسخيش الدنيا كده حواليك، يعني كده وانتي بتجهزي طبعا الأكل كيس كده من البلاستيك، أو طبق فاضي تبدأي إن انت تحطي فيه القشور أو أي زوايد بتطلع من حاجة الأكل اللي انت بتعمليه، وده طبعا هيساعدك ان انت طبعا المطبخ معاكي طبعا يبقى نظيف ومرتب، وطبعا الدنيا حواليكي طبعا ما تبقاش مش كويسة او تبقى متوسخة كده حواليك. وده طبعا من الحاجات اللي طبعا بتساعدنا ان المطبخ بتاعنا او المكان طبعا يبقى نظيف، وده طبعا بيدينا طاقة ايجابية تخلينا طبعا زي ما قلتلكوا يا ست الكل ان انت طبعا يخرج من تحت ايديكي اجمل الوصفات. فانت حاولي على قد ما تقدري ان انت طبعا المطبخ بتاعك كده يبقى مرتب ومنظم وجميل، وطبعا هيبقى مريح للعين، فبالتالي طبعا هيديكي طاقة ايجابية وهتحبي طبعا دخولك المطبخ، وهيبقى خفيف طبعا دخولك المطبخ بالذات في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا حبايب قلبي طبعا لو وصلنا لعندي هنا كده من الفيديو قولولي طبعا رأيكم الجميل كده في التعليقات، وما تنسونيش طبعا باللايك الجميل بتاعكم، وفعلوا طبعا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد طبعا بنزله، وطبعا شيروا الفيديو كده مع حبايبكم عشان طبعا قناتنا المتواضعة دي تكبر بيكم ان شاء الله. نرجع بقى طبعا لموضوعنا. ان انا زي ما قلت لك ان انت طول ما المطبخ بتاعك طبعا نظيف، طول ما طبعا عندك طاقة ايجابية والشقة بتاعتك كلها نظيفة. وكمان عايزة اقول لكم طبعا يا بنات انكم طبعا تهتموا بنظافة المطبخ. نهتم بنظافة المطبخ ازاي؟ اهتمي باي ديكور بتحبيه فيه، اي حاجة بسيطة حطها في المطبخ هتبان فيه. ده طبعا اكتر مكان بنقضي فيه طبعا معظم الوقت بتاعنا، وعايزينه طبعا يدينا طاقة ايجابية، فاي زرع عندك، اي ديكور، اي حاجة، ولو حاجة بسيطة كده من الزرع الأخضر أو الديكورات كده البسيطة، طبعا هتدينا طاقة إيجابية جميلة أوي في المطبخ، وهتساعدنا برضو إن احنا المطبخ بتاعنا طبعا يبقى دايما نظيف ومرتب، والشكل الشكل الجمالي طبعا بتاعه ده أهم حاجة يا بنات. انتي أهم حاجة عندك طبعا الشكل الجمالي بتاع المكان، ده طبعا هيديكي طاقة إيجابية وهيحش من عندك أي سلبيات هتبقى موجودة يعني. فالديكور بتاعك يعني ما يبقاش حاجة غالية، تكون اي حاجة ولو بسيطة، يعني احنا ما بنقولش حاجة غالية نحطها في المطبخ، انتي اي حاجة ولو حاجة بسيطة يعني ما تكلفيش نفسك، المهم ان دي حاجة هتبقى بسطاك يعني وهتديكي طاقة ايجابية في المطبخ بتاعك. انا هنا كنت خلاص خلصت المواعين بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وغسلت الرخامة بتاعتي ونضفت ال- الحوض، وهسيب بقى المواعين بتاعتي تتصفى، وبعد ما تتصفى ان شاء الله هنرتبها في اماكنها زي ما قلت لكم كده في الفيديو. انا هنا بقى كنت بنضف بعد ما خلصت طبعا تنظيف المطبخ، عملت الكيكه ديت للعشاء، ودي طبعا كانت كيكه ان شاء الله هعملها لكم كده وهنزلها لكم في فيديو مخصص ان شاء الله. هي كيكه مش مكلفه يا بنات ولا حاجه. يا رب أكون بفدتكم حبايب قلبي ولو بمعلومة بسيطة، يا رب أكون دايما خفيفة على قلوبكم وأكون دايما عند حسن ظنكم. بحبكم في الله يا أغلى أخوات، والسلام عليكم.